كلهم مسعد لا استثني احد. طيب يا جماعة، عن حلقة النهاردة، الحلقة 20 في مسلسل فات الميعاد. مسعد مصدق ان امها ماتت عشان يتجبر تاني، رغم انه كان خارج من السجن يا عيني 5 سنين في السجن، مسكين غلبان وخارج لها، يعني عامل راسم وش البريء انه بنتي وما تحرمينيش منها وخليني اشوفها. بس لما جات له السلطة والسطوة في ايده ما رحمهاش. في نهاية الحلقة وهي بتقول له ما تحرمنيش من بنتي، قال لها بس انا دلوقتي ماليش غيرها. بني ادم يعني انا مش عارفه اقول عليه ايه، بس انا مش مصدومه والله العظيم يا جماعه، انا ما مصدومه ولا مستغربه. ومحدش فيكم يقول اللي مسعد فيه ده او المسلسل ده مش حقيقي، والله حقيقي، والله حقيقي. انا في حاله، ومش هقول لكم انها حاله عندي، لا هو حد قريب ليا، قريب لقلبي قوي. الست دي شالت كتير وتحملت كتير. هو حقيقي طليقها كان نسخة من مسعد، مع بعض الاختلاف البسيط ان مسعد كان بيضرب مراته، التانية دي جوزها طعنها بشرفها واتهمها بشرفها وافتعل حاجات كتير بس عشان يقنع اهله ان هو مش عايزها وعايز يطلقها عشان يتجوز غيرها. ما اكتفاش بده، خد منها عفشها، خد منها هدومها راحت لها بعد الطلاق في اكياس بلاستيك في عربية بيجو. هي مش ناسيه وما بتنساش، حسب ان ربنا ليل ونهار. محدش وقف وقفة حق ليه وقال له لا مش هنسمح لك تعمل ده، بالعكس محدش قدر يعمل حاجة. وده مش يعني ده مش عذر، يعني مش عذر، ساكت عن الحق شيطان الأخرس. بس هي القصة انه الناس بتحب تريح دماغها، بس حقيقي هو ما سابش حاجة ما عملهاش فيها، ما سابش حاجة وحشة ما عملهاش فيها. لحد ما انه فعلا قعد فترة ما شافش الطفل بتاعه، ما شافش ابنه، ولما يعني طلب منها هي رحمته ورحمت ضعفه وخليته يشوف ابنه، أخده وكان بيخليه يستعصي عليه ويعصاه ويبعد عنه بشتى الطرق. الست تعبت نفسيا، ولما قررت انها تعيش وتقف على رجليها ما عجبوش وكان بيحاول يحاربها بشتى الطرق. عايزه اقول لكم الست دي لحد دلوقتي موجوده وما زالت بتتحارب، ولكن هي